السلام عليكم الإخوان والأخوات. رجعنا لكم عاوتاني بعد انقطاع اللي طويل. عارف راسي طولت، ولكن كانت واحد الظروف اللي ما خلاتنيش نكونسونطري تقريبا على الفيديوهات اللي كنت كندير، على المحتوى اللي كنت كندير. دونك دابا غادي نبدل المحتوى ان شاء الله. اول حاجه كنبغي نقولها هي كنهنئنا حنايا الشعب المغربي على التنظيم الرائع ديال كأس الافريقي، اللي صراحة كان في المستوى منذ الافتتاح قبل يومين أو 3 أيام. كنبغيو نشكروا الشعب والحكومة والملك محمد السادس نصره الله على المجهودات اللي تبذل باش يتم إنجاح هاد النسخة هذه. دونك الاخوان والاخوات، غادي نواصلوا في الفيديوهات ديالنا في الحديث على هاد التظاهرة هادي، وعلى الماتشات اللي غادي يكونوا، المستوى ديال الملاعب، المستوى ديال اللاعبين، المستجدات اللي كاينه على شحال من حاجه تخص هاد التظاهرة. النقطة المهمة اللي غادي نطرقوا لها وهي واش المنتخب المغربي غادي يقدر يحقق لنا كأس الأمم الإفريقية اللي تقريبا 50 عام هذه ما خدينا شي كأس. وكنتمناو إن شاء الله أن هاد المرة هذه كما جبنا كأس العرب في الفترة الأخيرة كما كتعرفوا، نجيبوا كأس إفريقية إن شاء الله، وتبقى عندنا في البلاد إن شاء الله تعالى. دونك الإخوان والأخوات اللي كيشوفني أول مرة يحاول يدير واحد السبسكرايب، يسيف الفيديو ولا يبارطاجي مع صحابه، واقترحوا عليا شنو بغيتونا إن شاء الله نخدموا لكم في الفيديوهات اللي جايين. شنو هو الاقتراحات اللي عندكم؟ شنو هي النقاط اللي غادي تبغيوني مثلا نهضر عليها أو شي حاجة من هادشي؟ دونك فوالا، نكونوا حبوبين، ونكونوا منطقيين، نتعاملوا مع الضيوف ديالنا بواحد الطريقة اللي كتشرف البلاد ديالنا. دونك ما ندخلوش في الفتن، رغم ان شي وحدين كيحاولوا يستفزونا باش ندخلوا معاهم في هذه المشادات الكلاميه وهادشي. دونك ما نجروش ليهم حنايا. خليك على كما كنقولوا، خليك على الطريق المستقيم ديالك، القافله تسير وفلان ينبح. وهذا ما كان يعني ما ندخلوش معاهم القذاره ديالهم كما كنقولوا. دونك كنتمنى من الله عز وجل ان هاد الكاس تبقى هنا في المغرب ان شاء الله، وغادي نحاولوا نغطيو كل جديد، وربما كاع يكون فيديو كل نهار. اللي كنطلبوا منكم كيف كنقول لكم هو شويه ديال الدعم للقناه. حاولوا نوصلوا 10,000 مشترك في اقرب وقت ممكن، وغادي نوعدكم انني غادي نكون عند الحسن الظن ديالكم. وهذا مكان بيس.